ليالي، احنا في تونس. مش انا سويت كثير اعراس. يعني بتونس لازم كل يوم عرس. لا مش كل يوم عرس. لكن احنا في تونس نعمل 7 ايام مش عرس. اليوم الاولاني انت تجيب فيه العلوش. امم اليوم الثاني نذبح العلوش. امم نذبح العلوش ونوكل الناس وكل شيء. اليوم الثالث حمام العروسة. ايه. اليوم الثالث حمام العريس. اليوم الخامس حنة العروسة. اليوم فما شكون ينجم. انا نقصت نهار فيهم، ما نزلت لك الناس اللي تعمل. فما يوم فيهم انا ما عملتوش. بعد فما حنة العروس، حنة الراجل، وبعد العرس. هدول الضحى مين بيدفعهم كلهم؟ مين بيدفعهم كلهم؟ احنا ما عندناش الراجل اللي يعمل كل شيء. لا، احنا في تونس الراجل ما عندناش هكا يعطي مهر 100 مليون 200 مليون. لا، المهر بمقدورك انت. تعطي 10,000 دينار، معناها 10 دنانير اللي هي خمسة دولار، يعني $5 $6. اعطي المهم حتى دولار واحد، فهمت؟ المهم هو المهر عندنا احنا انك تصون البنت وتحبها وتحطها في عيونك. احنا نتزوج بالحب يا وائل. احنا نتزوجوا شخص نحبوا نكملوا معاه حياتنا. انا مش يعني صحيح اذا كل واحد ورايه بالطبيعه، لكن انا نمشي مع الشخص هذاك نحبه، مش نغلي عليه اعطيني 100,000 ومليون وملايين لا. انا زواجي انا وميكس، عندك نتزوجوا، ما عندكش هكا في تونس. احنا البنت التونسيه الراجل ما عنده بتساعده هي تتزوج، يكون عادي العرس الزواج عليها هي. ومع تونس. فهمت؟ فالبيت زي تدفع معاه للبيت، تشتري معاه اغراض البيت في ايامات الزواج، تشتري معاه وتعمل الزواج كله عليها. البنت بتساعده خاطر الزواج حب، راه مش ثقلوا على الراجل. لهيك الشباب بشوف فيه انا في البلدان الغير يستبعدوا الزواج، يستبعدوه. فهمت؟ تصير تقول اعطيني مهر 100 مليون واشتري لي ذهب من هون لهون وذهب من هون لهون، وابويا قال لك ما تيجي للبيت الا ما تجيب صحن كله ذهب، ولا ما تجيب لي. ولا هذا كله. طيب والخاتم الديامو وين؟ نحكي لك شيء. ها. قسما بالله يا وائل، الخاتم الديامو جابهولي ليش؟ لانه ماكس انصدم منه. انا قلت له انا ما عندك يعني انت وائل لما تشوف بنت تقول لك انا بساعدك في الزواج، يا خايتي. شوفي خلينا نكمل نحكي. فهمت عش... وائل؟ لما تشوف بنت تساعدك في الزواج وتقف معاك وما تطلبش منك مهر وتقول لك انا معاك على الحلو قبل المره، ميكس من طيبه قلبه هداني الخاتم هذاك اللي انا بشوف فيه مهري وحياتي وبشوف فيه كل شيء، والله وتبهيت بيه فهمت. قدام الناس. والله ونعم. لكن الناس قال لك خاتم وخاتم، وهي تاخذ في المهر مليارات. تاخذ اللي تاخذ في 50,000 واللي تاخذ في 60,000. وانا ميكس ما خديتش مهر، ما خديت حتى شيء. شافني ما طلبت منه ولا شيء، من طيبة قلبه اعطاني الخاتم اللي فيه كل شيء. والله ونعم. الله يا رب ما يفرقكم وتظلوا على هاي فانا ننصحك وائل والله تزوج تونسية. ان شاء الله. وائل والله خلاص والله حبيتها. تزوج تونسية. ميكس ها تنصحني؟ شو بتقول لك الزعيمة بترد عليها؟ اقول لك ليش؟ اقول ليه؟ لك ليش؟ اقسم بالله العظيم ما بمزح، لانه هي فتحتني على اشياء، اقسم بالله والله ما بمزح، خلتني اصحصح على حالي واعرف انا شو بعمل. يا وائل والله باش نحكي معاك والله يعني ونعم. كي خويا، انا توا عباره اقسم ما بالله يا والله وائل، يا اقسم بالله اقسم بالله، واحد سرقني واحد سرقني. انا كلمك والله يا اليوم سولفت بالموضوع، عمري ما سولفت فيه. هاي البنت موجوده سألها، اقسم بالله هي كانت عارفه وهي اللي كشفته. هي خلتني ابعد عنه يعني بدون ما احسسه.
صوتي يرحب صوتي. فهمت بقى الحبيب؟ نعطيك خلاصة الموضوع انه احنا في تربيتنا في الشعب التونسي، البنت التونسية ما عندهاش انها تتزوج معاك في بيت واحد، انت تجيب لي وانت تعمل لي وانت تسوي لي وانت تعمل لي. ما عندك بتساعدك على الحياة، بتنصحك، بتكون معاك في كل شيء، وبتكون معاك في المر قبل الحلو. والله بتكون معاك في المر قبل الحلو. والله ونعم.